علامات إنك بتتعامل مع شخص مؤذي نفسياً. العلامة الأولى، دايماً بيقلل منك بطريقة لذيذة. ممكن يقولك أنتي لطيفة بس دماغك تقيلة شوية، أو أنا بهزر بس فعلاً لبسك مش لايق. النقد المتغلف بلطف ده سلاح المؤذي. العلامة التانية، بيخليك دايماً تحس إنك الغلطان مهما حصل، بيلف الكلام في النهاية عليك. أنا بس كنت بهزر، أنتي الحساسة. الهدف هنا إنك تشك في نفسك طول الوقت. العلامة التالتة، لما بتتكلم عن احتياجك بيستهين بيه. تقول إنك زعلان أو زعلانة يضحك، تقول إنك محتاج اهتمام يقولك كبر دماغك. المؤذي دايماً بيكسر في المساحة اللي بتخليك تحس بالأمان. العلامة الرابعة، بيعاقبك بالصمت أو التجاهل. يومين 3 مفيش كلام، لا رد لا تفسير، وده بيسيبك في دوامة، هو أنا عملت إيه غلط؟ العلامة الخامسة، كل ما تحاول تبعد بيرجع بلطف مبالغ فيه، هدايا واهتمام وكلمات كبيرة علشان بس تتلخبط تاني وتبدأ من الأول. وده اللي بيخلي العلاقة دي دايرة مفرغة من الوجع. المؤذي النفسي مش لازم يزعق، ممكن يكون بيكسر فيك بالسكوت، بالضحك، أو بالكلمة الحلوة في التوقيت الغلط. لو حسيت إن العلامات دي بتوصف شخص في حياتك، خد خطوة صغيرة النهاردة. احمي حدودك، والوعي هو أول خطوة في طريق الشفاء. لو محتاج دعم، أنا هنا أساعدك تبدأ الرحلة دي بأمان